ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائر سيبقى شاهدا على افتتاح مباريات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بين المنتخب الجزائري ونظيره الليبي. حوار المدربين بوغرا وكورونتان ترجمه سريعا حسام ريزيق في أول فرصة للخضر. بعدها جاء الدور على أيمن محيوس الذي حاول بتسديدة قوية من بعيد، لكن الحارس معاد الذي كان في المكان المناسب. بداية قوية لأصحاب الأرض في هذه المواجهة. عبد الرحمن مزيان فعل كل شيء في هذه اللقطة لكنه لم ينجح في هز الشباك. رد الليبيين جاء عبر سالتو بهذه الطريقة، أما رأسية رجب فلم تبتعد كثيرا عن إطار المرمى. محاولات كثيرة في الشوط الأول أمام أنظار العديد من نجوم الكرة الإفريقية في وقت سابق، لكن الأهداف ظلت غائبة. الترقب بقي متواصلا في الشوط الثاني، وضغط المنتخب الجزائري جاء بركلة جزاء ترجمها أيمن محيوس إلى هدف أول. المنتخب الليبي لم يستسلم وظل يبحث عن هدف التعادل. عمر صوب كرة قوية أبعدها الحارس قندوز بصعوبة قبل أن يأتي الدور على القائد علي سلامة الذي كان قريبا جدا من التعديل، لكن القائم كان له رأي آخر. فرصة خطيرة حبست الأنفاس، والدقائق الأخيرة كانت مثيرة. المنتخب الجزائري حقق الأهم، فاز بأول مباراة في البطولة أمام منتخب منظم.